بوموسة. لسنا في مسلسل مكسيكي أو مسلسل تركي، نحن في واقع لبناني من إخراج زوجها. هنا في قرية شمالية امرأة تزوجت عن حب لتصبح مادة مربحة لزوجها، يريدها أن تمارس الدعارة وإلا يبيع أعضاء أولاده. قصدي إني كنت صغيرة وما بعرف بهالدنيا شو بده يصير، وتجوزت واحد حبيته، قلت هيدا هو الدنيا كلها. يمكن أهلي من وقتها تخلوا عني ما كأني بنتهم، وهو من وقت اللي تجوزني بيجيب عالم على البيت وبده ياني امشي بطريق الغلط. بده ياني اتزلط واشرب ويجيب رجال على البيت، بياخذ منهم مصاري، شي سعودية، ايام شاب لوحده، ايام مجموعة. اولاد الحلال الله ما قطعهم من الدنيا، التجي لبيت جدي، التجي للعالم القوادم، والله دخيله يعيني واخلص منه. بس هلا صار في ولادي بالدق وعم بيهددني ببناتي، مثل ما بده يمشيني بده يمشي بناتي. انت ما بقى يطلع منك منفعيه، هلا صاروا بناتي. مرة علقت انا وياه عصا وقام اجى بده انه رشق لي، بده يرشق لي الاسيد على وجهي، قام اجى على بطني. مهددني انه مثل ما كان يمشيني بده يمشيهم، يا اما انت بتمشي هيك يا اما بدي يمشي لك بناتك هيك. بده ياخذهم على سوريا، اذا ما بسمع الكلمه بده يبيع لهم اعضائهم، اذا ما برجع على البيت بده يبيع لهم اعضائهم وياخذهم. بيجيب رجال على البيت وبيجيب نسوان وبيطلعنا برات البيت وبضل احنا برات البيت لنص الليل، وبعدين وقت يخلص بدق لنا على التليفون كمان نرجع على البيت. وبيجيب رجال كمان لماما. ومرة بالشخطابة بعت واحد فتح شباك علينا، وهو كان بعته كمان انه لأمي مشان يعمل اشي عيب مع امي او شي. ومرة كمان جاب السعودي لعنا على البيت. انت شو بتطلبي؟ شو بدك من الدولة؟ ايه انه تبعد بي عنا، وانه ما عاد يقرب علينا ويجيب نسوان ورجال على البيت، ويصرف علينا بس ما يقرب علينا. ما بس ارجع اتحمل البيت ويكون بي بالبيت. ليه؟ خاف منه ما يفتح الباب علينا او شيء. ربما الحالات التي تشبه حالة هذه المرأة عديدة، لكن خوفها على أولادها جعلها تتجرأ أن تخبر قصتها. عل الدولة تتحرك. ليال بوموسة، قناة الجديد.